رمضان فرصة عظيمة جدًا لأي حد عايز يخس ويحسّن من صحته، بس المشكلة إن أغلب الناس بتضيّع الفرصة دي بسبب العادات الغذائية الغلط اللي بيعملوها، وبدل ما نستغل الصيام في حرق الدهون وتحسين صحتنا، بنحوّل رمضان لشهر التخزين والأكل المُبالغ فيه جدًا. فتلاقي الناس من أول ما المغرب يأذن تبدأ تاكل كأنها بتعوض سنين من الحرمان، وبتاكل كميات رهيبة من المحمر والمشمر والحلويات، وفي الآخر بتشتكي إن هي بتتخن وإنها مش قادرة تتحرك بعد الفطار. فلو انتي بدأتي رمضان منتظمة، برافو عليكي، وفي الفيديو ده هقولك على حاجات هتساعدك أكتر كمان وتسهل عليكي نزول الوزن. ولو بدأتي الشهر بلخبطة، بلاش نكمل بمبدأ يا أبيض يا أسود وأنا عكيت خلاص فهكمل عك، لأ، إحنا ممكن نمشي بمبدأ تاني خالص اللي هو نص العمى ولا العمى كله. النهاردة بقى هنتكلم على الطريقة الصح اللي تخليكي تستفيدي من رمضان في نزول الوزن بأسرع طريقة ممكنة، عن طريق الصيام المتقطع والكارب سايكل وحساب الكالوريز، وكمان ازاي تتعاملي مع العزومات بطريقة ذكية من غير ما تحسي انك محرومة او تبوظي نظامك. هلو، أنا آية بلال. خليني أوضح لك حاجة مهمة جدا، وهي إن رمضان في حد ذاته شكل متقدم من الصيام المتقطع، بل وأصعب كمان، لأن في الصيام المتقطع العادي تقدري تشربي مية أو مشروبات من غير كالوريز خلال فترة الصيام، بس في رمضان انتي بتصومي عن الأكل والشرب تماما، وده اسمه الصيام الجاف، وبيخلي الجسم يدخل في وضع حرق الدهون بشكل أقوى بكتير. هو يعني إيه صيام متقطع أصلًا؟ ببساطة هو نظام بيعتمد على إنِك بتاكلي خلال فترة زمنية محددة وتبقي صايمة باقي اليوم، مثلًا لو هتاكلي خلال 8 ساعات بس فبالتالي بتفضلي صايمة 16 ساعة من ضمنهم طبعًا الساعات اللي بتنامي فيها، وده بيخلي جسمِك يعتمد على الدهون اللي متخزنة فيه كمصدر للطاقة بدل ما يعتمد على الجلوكوز اللي بييجي من الأكل. في رمضان إحنا فعلًا بنعمل كده، بس التحدي هو إزاي تخلّي جسمِك يفضل في وضع الحرق ده بدل ما يتحول لوضع التخزين بعد الفطار، وده هنوصل له عن طريق ترتيب الوجبات، وده شرحته بالتفصيل في الفيديو اللي فات، تقدري تشوفيه وهاسيب لِك اللينك بتاعه في الdescription. ونوعية الأكل وتوزيع الكارب بذكاء باستخدام الcarb cycle، وده هنشرحه بالتفصيل في الفيديو ده. ناس كتير بتفتكر إن الصيام مجرد جوع وعطش، بس في الحقيقة هو أقوى من أي دايت ممكن تعمليه. خليني أقولك سريعا كده على أهم الفوائد اللي الصيام بيديها لجسمك. رقم واحد، حرق الدهون بشكل سريع جدا. لما بتصومي مستوى الأنسولين في جسمك بيقل، وده بيخلي الجسم يبتدي يستهلك الدهون المتخزنة كمصدر للطاقة. رقم اتنين، تنظيف الجسم من السموم والخلايا التالفة اللي فيه. أثناء الصيام الجسم بيدخل في عملية اسمها الأوتوفاجي، ودي عملية تنظيف ذاتي بتخلي الجسم يتخلص من كل الخلايا التالفة اللي موجودة فيه وبيجدد من نفسه، ودي من أقوى الفوايد اللي بتحميكي من الشيخوخة المبكرة وأمراض تانية كتير زي الكانسر والزهايمر بعد ألف شر. ورقم 3، تحسين حساسية الأنسولين. الناس اللي عندها مقاومة أنسولين زي مرضى السكري وتكيس المبايض، الصيام بيكون أحسن حل ليهم، لأنه بيقلل من مقاومة الأنسولين وبيساعد الجسم يحرق السكر بكفاءة أكبر. ورقم 4، تحسين صحة الدماغ وتقليل التهابات الجسم. الصيام بيحفز على إفراز هرمونات بتحمي المخ، وده بيقلل من خطر الإصابة بالزهايمر وبيحسن التركيز جدا. رقم 5، تقليل مخاطر أمراض القلب، لأنه بيحسن مستويات الكوليسترول والدهون في الدم وبيقلل الالتهابات اللي بتكون السبب الأساسي لأمراض القلب. طيب، إزاي بقى نحسب الكالوريز بتاعتنا في رمضان؟ كلنا عارفين إن علشان تخس لازم الكالوريز اللي بتدخل جسمك تبقى أقل من اللي بتحرقيه، بس المشكلة إن رمضان بيخلينا ناكل من غير تفكير، وده اللي بيخلي ناس كتير تتخن حتى وهي صايمة. علشان كده لو عايزة توصلي لنتيجة بيرفكت لازم تحسبي الكالوريز بتاعتك وتظبطيها. أول حاجة لازم تعرفي احتياجك اليومي من الكالوريز قد إيه،
ودي تقدري تحسبيها بسهولة من أي موقع لحساب الكالوريز. وعلشان تخسي هتقللي منه من 300 ل 500 كالوريز يوميا. تاني حاجة ركزي على الأكل المغذي مش الأكل الفاضي. مش كل الكالوريز زي بعضها، يعني 500 كالوريز من البروتين والخضار غير تماما 500 كالوريز من الحلويات. الأكل الصحي هيشبعك أكتر وهيحافظ على عضلاتك وهيساعدك تحرقي دهون أكتر. وتالت حاجة قسمي وجباتك بذكاء. حاولي تخلي نسبة البروتين عالية في كل وجبة، وقللي الدهون في الأيام اللي بتاكلي فيها نشويات. ودي النقطة اللي هنتكلم فيها أكتر لما نشرح الكارب سايكل. وزي ما قلنا قبل كده الكارب سايكل هو إنك تنظمي الكارب اللي هتاكليه على مدار الأسبوع، بحيث يكون في أيام بتاكلي فيها كارب عالي وأيام بتقلليه جدا، وده بيخلي جسمك يحرق دهون أكتر. طب إزاي نطبقه في رمضان؟ أيام العزومات دي الأيام اللي فيها أكل كتير، فهنا هنزود الكارب بتاعنا شوية بس مع تقليل الدهون، بحيث تفضلي في معدل الكالوريز المناسب بتاعك. والأيام العادية اللي احنا فيها في البيت هنا هنقلل النشويات جدا ونعتمد أكتر على البروتين والدهون الصحية. وده هيجبر الجسم يستخدم الدهون كمصدر طاقة. يعني مثلا لو يوم هتعلي فيه الكارب هتاخدي تمر على الفطار ونشويات زي الرز أو البطاطس، ولو يوم هتقللي فيه الكارب هتفطري على مية وبروتين وخضار من غير نشويات. طيب إزاي نتعامل مع العزومات بذكاء؟ العزومات هي أكبر عدو للدايت في رمضان، بس برضو مش لازم تبقي محرومة أو تحسي إنك مش قادرة تاكلي أي حاجة. هقولكوا على شوية تكتيكات ذكية تتعاملوا بيها مع العزومات. أول حاجة ابدأي دايما بطبق السلطة والشوربة علشان تملي معدتك وما تندفعيش على الأكل. تاني حاجة اختاري البروتين المشوي أو المسلوق بدل المقلي، لأن الدهون المهدرجة هتزود وزنك بشكل رهيب. وتالت حاجة خدي جزء صغير من النشويات، مش لازم تحرمي نفسك خالص. ولو عندك عزومتين في يومين ورا بعض خلي يوم منهم الكارب فيه عالي والتاني الكارب فيه قليل. لو طبقتي الحاجات اللي قلناها النهاردة هتلاقي انك بتخسي في رمضان بسهولة من غير احساسك بالحرمان. الصيام هيخليكي تحرقي دهون بسرعة، والكارب سايكل هيمنع جسمك من التكيف مع الكالوريز القليلة، وحساب الكالوريز هيضمنلك انك ما تبالغيش في الاكل بتاعك. تعاملك الذكي مع العزومات هيخليكي تستمتعي بالاكل من غير ما تبوظي مجهودك، وكل ده هيخليكي تكملي بعد رمضان على الصيام المتقطع بكل سهولة، لانك عديتي بالاصعب منه في رمضان. ولو عندكم اي مشاكل مع الدايت في رمضان قولولي عليها في الكومنتات وهرد عليكم. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للشانل وشير للفيديو مع أصحابكم، واستنوني في فيديو جديد.